السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ ميليسا. شوفوا وصفتنا لنهار اليوم وصفة رائعة، كريات الشوفلير يعني مذاق ولا اروع ما يكون. اللي راح يجربها راح تولي له ادمان، ولادك كذلك. اللي ما يحبش الشوفلير راح يولي يحب الشوفلير. جيبي الشوفلير تاعك، نقيه كامل من هذيك الخلية، وجيبي القدرة تاعك عمريها. ديري فيها الماء وعمريها الشوفلير وديريه يطيب حتى يولي يعني طايب زبدة. في جهة أخرى عندي حبة بصل تكون متوسطة، وعندي فصين أو ثلاثة من الثوم. في طنجرة راح ندير حوالي 3 ملاعق من الزيت، راح نضيف لها البصلة والثوم اللي كنت رحيتهم، وراح نخليهم يتقلوا مليح مليح يعني حتى يتكرملوا وياخذوا اللون الذهبي. راح نروح ندير التوابل، اللي هو اول حاجه راح نديرها ملعقه صغيره من الكركم، وملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من توابل يعني الثوم، يعني ثوم مرحي. وراح ندير القليل من القزبر والمعدنوس، وراح نخلي كامل المكونات يتقلاونا مليح مليح. يعني السر تاع الماكله وبنيه الماكله البنات هي التقليه، يعني تاع البصله وتاع الثوم. هنا راني ضفت ملعقه تكون صغيره من الفرينه، تقدري تستغني عليها. انا نحب برك المرقه تاعي تكون شويه خاثره. هنا بغيت نبنن شويه يعني لاصوص تاعي، زدت لها ملعقه صغيره من الزبده. الزبده راكم تعرفوا بلي تعطي يعني مذاق رائع للماكله تاعنا. راح نضيف كميه من الملح، وراح نمرق بالماء سخون. في جهة أخرى راح نضيف لها حميصة تكون مشمخة ليلة ما قبل، وراح نخلي الحمص تاعنا يطيب يعني حتى يطيب تماما. في جهة أخرى راح نجيب غيسبي، راح ندير فيها حوالي ربع صدر دجاج يكون مرحي. عندنا القزبر والدبشة، راح عندي فلفل أسود، وعندي الكركم وثوم بودرة وملعقة يعني صغيرة من الثوم يكون مرحي. عندي صفار بيضاء وعندي كمون وعندي كمية من الملح. راح نخلط كامل المكونات يعني جيدا حتى يمتزجون، يعني كامل يتخلطوا مليح مليح. راح نضيف لها يعني حوالي ملعقة صغيرة من الزبدة. الزبدة هنا راح تخلي لي يعني الخليط تاعي يكون يعني طري. وراح نضيف لها حوالي 4 ملاعق من الشابلير، اللي هو الخبز يكون مرحي يعني محمص مرحي. في جهة أخرى بعد ما يطيب لك الشوفلير لازم يعني تقطريه كامل من هذاك الماء، يعني لازم فتاتة ما تبقاش فيه. انا درت غير بالفرشيطه، خاطر الشوفلير تاعي كان طري بزاف. تقدري تستعيني بالميكسر. راح نخلطوه مع باقي المكونات يعني اللحم، ونخلطوا يعني المكونات جيدا. هنا حسيت الخليط تاعي جاني شويه ناشف، ضفت له البياض تاع الحبه تاع البيض، لان في المره الاولى درت غير الصفار. قلت اذا خصني راح نزيد البياض، وراح نخلطه بهذه الطريقه جيدا. لازم كامل المكونات تدخل في بعضها. راح نجيب صحن راح نحط فيه يعني كويرات اللي راح نخدمهم تاع الشوفلير. خدمتهم دوائر، تقدري تخدميهم اصبعات. راح نرمدهم في الفرينه بهذه الطريقه. راح نكمل كامل الكويرات. هذه الكميه قطعت لي كميه كبيره بزاف بزاف، يعني بحجم عائلي وكبير. في جهه اخرى جيبي لي المقله تاعك، ديري فيها كميه من الزيت، يعني كميه معتبره من الزيت، وخليه يسخن مليح مليح. وراح نقلو كامل هذوك لي بول تاعنا، قلبيهم مره على مره بهذه الطريقه. هنا يعني الشوفلير راح طريقتها يجيك واضحه بنين بنين، راح جدا. يبغوه اولادك. اللي ما يبغيش كما راكم الشوفلير راح تشوفوا يولي راها يبغيه. لازم واضحه. ديري له قلبي تحميره كل مليحه مره كما راكم تشوفوا. يعني جاو قلبي الحبه صفرين تاعك حتى كي تاخذ الذهب، اللون الذهبي يعني راه كما راكم واضح تشوفي في جدا الفيديو. في الصوره. في جهة جاو أخرى بعد ما حبات يطيب متماسكين لنا ما شاء الله. الحمص تاعنا هنا بعد نخلو ما فيه يطيب لنا شوية تاع الحميصه المرقة، راح نضيفو له تاعنا الكريات راح اللي نضيفوا له كنا هذوك البولات. أقليناهم. راح راح نخليو حوالي نخلوه فقط 10 دقائق حوالي 10 دقائق، بلا ما نقصوا له، يعني ما تخلوش يطيب تشرب بزاف. أنا خليته شويه شوية طاب هذيك بزاف لاصوص هذيك البولات. لدرجة إنه شوفوا لي الحبات النتيجه بداو كيفاه يتفتوا جا لي. ما شاء هنا الله. نتوما هي من خلوه الافضل انك تكون أقل من يعني 10 دقائق. كما الصحن راكم تاعك تشوفوا هذه هي يكون النتيجة. واسع، جاء باه يعني الحبات كي تجي الماكلة ترفديها تاعنا ما جات ما تنتحلقش شاء الله. فيها.
والتزيين راح اختياري، نجيب أنا هذا هو الصحن اللي التزيين راح تاعي نحطو فيه واللي راح يعني صحن تجربها راح التقديم، راح تعجبها نحط ليبول، بإذن الله. حطيها كيما تحبي. والتزيين وصدقوني ما راحش اختياري، يعرفوكم انا راكم درت ديروا شويه الشوفلير. اصفر من فوق راح اللي نجيب هو أول الدبشه بهذه المنة. الطريقه، أنا هنا معليا وزينته راح نقول لكم بنصف فرجة الليمونه. ممتعة، وإن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لنهار وشوفوا لي اليوم. النتيجه وإلى ما شاء اللقاء الله وفي جا أمان الله. يشهي، والمرقه خاطره روعه ما شاء الله.